بمناسبة ان في بنطلون نزل جديد كده واخد بشلة في ظهره، فانا حبيت اراجع تاريخ البنطلون معاكم كله. البنطلون ده اكتر قطعة اتبهدلت معانا، يعني هم مصممين الازياء ومخترع البنطلون ذات نفسه اكتر ناس بهدلوه. يعني انا مخترع البنطلون بتخيله كان بيقعد مع المصممين الازياء، يا جماعة السنة دي احنا هنجيب البنطلون هنوسخه وهنسميه ديرتي. السنة دي بقى احنا هنجيب البنطلون هنكرمشه وهنسميه كراش. يا جماعة بص دي السنة دي احنا هنجيب البنطلون هننفخه وهنسميه باجي. بعد كده يا جماعة بصوا الجديدة مش متوقعة. نجيب البنطلون هنقطعه ومش هنسميه بقى متشرد، مش هنسميه يا جماعة السنة دي مفيش بنطلون، لا الموضة مفيش بنطلون. يعني انت تنزل تشتري تلاقي شماعات البناطيل فاضية، حضرتك فين البناطيل؟ يقول لك اتفضل هيك الموضة الجديدة، وهتشتري الشماعات. كان يسألك مش انت جايب بنطلونك منين؟ لا انت قلع بنطلونك منين؟ اصل انا قلعه من زارا. حضرتك تحب تقلع بنطلون مقاس كام؟ يعني انا عارف، وهنشتري برضو وهنبقى مبسوطين طالما هي موضه. يعني طالما هي موضه مفيش مشكله. واول ما بداوا في تقطيع البنطلون من عند الركبه، ادالك بشله في الركبه، بعد السنه اللي بعدها طلع فوق الركبه، السنه اللي بعدها نزل تحت الركبه. انا دخلت في مره هيديني ركبه يقول لي ده بنطلون، خد يا باشا ده بنطلون، تلبس ركب والموضوع خلص على كده. بس طول السنين اللي فاتت دي احنا كنا بنقطع يعني قدام فوق الركبه، تحت الركبه، على الركبه، فالموضوع تحت السيطره، انت مش قلقان من حاجه، تحت عينيك انت مسيطر مفيش قلق. انما تقطع ورا دي يا باشا انت متغفل يا باشا، انت ما تعرفش ايه اللي ممكن اولا مش في مرمى نظرك، الموضوع ريسك كبير قوي ان انت تبقى ماشي بقطعه من ورا، حتى كلمه مش حلوه. لينا برضو ما نظلمش اللي اخترع البنطلون ده. فكره اللي اخترع البنطلون ده كان ليه هدف. احنا ليه نبص لنص البنطلون الفاضي طالما ممكن نبص لنص المليان؟ الراجل ده كان ليه هدف مبدئيا كده. البنطلون ده بالنسبه للناس اللي بتجيلها تسلخات او عندها تسلخات، مجرد ما تدي ظهرك للهواء راوندايه كده خفيفه وتدي ظهرك للهواء خلاص الموضوع اتحل. لا كريمات، لا بودر، مواد كيماويه وقرف، مش مضطر تحط اي حاجه، الدنيا هتبقى حلوه قوي وطراوه وهينفع في الصيف جدا. بالنسبه للناس بتاعت التحرش تمام، وان دي قله ادب، وان البنطلون ده هيزود التحرش، سفاله، لا يا باشا، عشان الموضوع مش كده. واللي اخترع البنطلون عارف هو بيعمل ايه. هنفترض كده ان البنت اللي هي بنتكلم عليها دي لابسه بنطلون عادي وحبت تاخد حقنه، تعمل ايه؟ هتروح للدكتور، هتضطر تسلت البنطلون كله وكله يبقى على البحر يا باشا. انما بعد ما تلبس البنطلون الموضوع ده هيتغير. هتقدر تروح للدكتور وتبص له في وشه وتقول له اديني الحقنه، الدنيا ورا زي الفل ومتظبطه على مكان الحقنه، مفيش اي مشكله، من غير ما تسلت بنطلون، من غير ما الدكتور يشوف حاجه، ويبقى احتشمنا وخدنا الحقنه وتعالجنا وكل حاجه بقت زي الفل. ما تحكموش على المظاهر قبل ما تعرفوا الجوهر.